انا اطلعت على كتب فلان الفلاني، عمري ما انسى ان انا شفتها على مؤسسه هنداوي متاحه مجانا ليا. مؤسسه هنداوي هي مؤسسه غير هادفه للربح، اسسها الدكتور احمد هنداوي والدكتوره نجوى عبد المطلب. الهدف من تأسيس مؤسسة هنداوي هو غرس حب القراءة في المتحدثين باللغة العربية ونشر الثقافة والمعرفة. هتلاقي كل الكتب متاحة اللي بنقدمها على الموقع بتاعنا www.hindawi.org، وعندنا برضو الابليكيشن بتاعنا اللي بينزل على الاي او اس او الاندرويد، متاح عليه كل الكتب مجانيه بلا استثناء. صادفنا كتير جدا مثلا واحنا شغالين على اعمال طه حسين، طلعنا حاجات من دار الكتب يمكن ما سبقش ان هي اعيد نشرها، يعني من ساعه ما طرحت في اول طبعه او تاني طبعه، وبعد كده ما فيش ناشر عربي اهتم باعاده اصدارها. فهي بظهورها على مؤسسه هنداوي طلعت مره تانية للنور بعد ما كانت يمكن من 50-60 سنه ما اعيدش طباعتها. افتكر تعاقد طه حسين، اسره الاديب الكبير طه حسين، فاجئتنا برد فعلها ان هي يعني طالما احنا هننشر الاعمال دي مجانا فاحنا يعني مستعدين نديكوا الاعمال دي بدون مقابل، وان احنا نتيح لاول مره اعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ على الانترنت بدون مقابل، لاول مره برضو باحترام الحقوق. فكوني انا كنت جزء من الصوره دي، شيء بيشعرني بالفخر، وشيء بيشعرني ان انا يعني بساهم في شيء كبير جدا، وان انا جزء من فريق عمل يعني رائع.